لا 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 لا، هو في حلاوه كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بصوا. من غير عجن، من غير فرد، من غير مقادير. ايه ده؟ انتوا شفتوا كده قبل كده؟ انتوا شفتوا حلاوه كده؟ تعالي بقى جربي معايا الفكرة دي للمدارس، هتدمنيها، وغير المدارس وهتنفع في العزومات قوي. رفعت وك على النار، هحمر كده بصلة في شوية زيت صغيرين. بعد كده جبت النقانق دي. النقانق دي بجيبها من شركة موتزاريلا فريش، بتنفعني قوي بصراحة يا بنات. بيدوني كده الطبق، يعني نقانق دجاج ونقانق لحمة، طعمها خيال. بقطعها قطع صغيرة، اول ما البصل ياخد لون بنزل بيها مع شوية فلفل الوان، هشوحهم مع بعض. احنا بنعمل اول حاجة الحشوة مع رشة ملح، رشة فلفل، توابل فراخ، وهنحط كمان رشة من البابريكا المدخنة وتوم باودر. هقلبهم مع بعض كده، وبعد ما بشوحهم شوية كده لمدة دقيقتين بروح عاملة ايه بقى، بروح جايبة الكاتشب بتاعي. الكاتشب برضو بجيبه من شركة موتزاريلا فريش، حلوة قوي قوي بصراحة، حاجتهم رخيصة جدا، ودايما بعتمدها في المدارس وبعتمدها كمان في اي وقت. اي وقت، خاصة الليالي الشتاء اللي جاية دي بتسعفني وبتنجزني قوي، وبتخليني اعمل اكل على طول من غير كسل. بزودها بقى شوية مية زي ما انتوا شايفين، بسيبها تاخد غلوتين على النار، النقانق تستوي، وكده الحشوة بتاعتي اصبحت جاهزة. تعالوا بقى اوريكم كده اعلى مطة جبنة وانضف جبنة هتجيبوها من شركة موتزاريلا فريش. انا دايما بجيب من عندها كل حاجة كل حاجة. بصوا مطة الجبنة يا جماعة، ولا طعمها بقى. دي جبنة موتزاريلا الحريف من شركة موتزاريلا فريش، حليب صافي وليها طعم كده وجميلة. يعني معظم الجبنة الموتزاريلا لما تجيبيها تحس ان هي دلعة ملهاش طعم، الا الجبنة بتاعتهم رهيبة. تعالي بقى شوفي الفكرة دي من غير عجن ولا فرد. بجيب هنا بقى التوست الابيض بتاعي، بفرده كده بالنشابة وبأي قطاعة عندك. ما عندكيش قطاعة ممكن تستخدمي الكوباية بتاعتك، جربي تقطعيها بالكوباية بتاعتك دواير كده. تمام. بعد ما فردت الكمية كلها والحشوة بتاعتي حطيتها في طبق عشان تبرد، تعالوا بقى نفتح كيس الموتزاريلا بتاع الحريف عشان نعمل الحشوة بتاعتنا، عشان ناخد اعلى مطة بقى واحلى طعم. بصوا الجبنة تتاكل حاف قشطه. لو عايزين يا بنات صفحه الشركه بتاعتهم وارقامهم قولولي وانا احطها لكم من عيوني في الكومنت. عايزه اقول لكم كمان الميزه في شركه موتزاريلا فريش ان هي بتشغل ستات البيوت من البيت، وبمبلغ بسيط جدا تقدري تشتري من عندهم حاجات بالجمله، لان حاجاتهم جمله وارخص سعر واحلى منتجات في مصر. وتقدري تفتحي صفحه وتبيعي بقى اونلاين وهتكسبي فلوس قد كده بصراحه. حاجتهم حلوه قوي قوي قوي. فانا بديكي افكار، لو عايزه تعملي مشروع من بيتك اجري على طول على الشركه. كده كده هسيب لكم الصفحه، لو عايزينها قولوا لي والارقام. بجيب بقى طبق بعد ما حشيت الحشوه في الايه في التوست، بروح جايبه بقى طبق حاطه فيه حبيتين بيض ورشه ملح رشه فلفل. بقلبهم في الاول عشان لما احط شويه الحليب ما يبقاش فيه ايه كتل من البيض كده. بجيب بقى الفطاير بتاعتي اللي انا حشيتها وبنزل بيها في الدقيق، بعد كده في البيض والحليب، بعد كده في البقسماط. تمام تمام. يلا بقى نقليها كده في زيت يكون سخن، هتطلع معايا فطاير تجنن، ولا عجلنا ولا فردنا اهو. فكره حلوه جدا جدا للمدارس، تقدري تديها لهم في اللانش بوكس. كمان عايزه اقول لك ان شركه موتزاريلا فريش عاملين عرض حلو قوي، عندهم بوكس فيه حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا يا بنات، والستريبسي بقى، وهتلاقي كمان كفته الرز، كل حاجه كده هتلاقيه ب 300 جنيه. عاملين بوكس ما شاء الله مليان حاجات ب 300 جنيه. ما تنسوش البوكس بتاع عرض المدارس عند شركه موتزاريلا فريش، حلوه قوي. انا مش اول مره اقول لكم على شركه موتزاريلا فريش، وما شاء الله من كتر ما انا بقول لكم عليها ستات بيوت كتير جدا اشتغلوا فيها وبيدعوا لي والله ان هم بقوا في حته تانية ما شاء الله. وحاجتهم كمان ما يتحكيش عليها. بصوا بقى الفطاير عامله ازاي ومن جوه متفرغه ومطه الجبنه عاليه وطعمه طعامه. لازم تجيبوا الجبنه دي وتعملوا الفطاير دي وتدعوا لي بقى دعوه حلوه من قلبكم. وبعدين ايه رايكم بقى في الجامب سوت اللي انا لابساه؟ شفتوا خسيت ازاي؟ رغم كده باكل برضه. تجنن تجنن تجنن. بصوا القرمشه والجبنه بتبظ وتلز. لا لا لا، هو في حلاوه كده؟ بتبظ وتلز يا جماعه، رهيبه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بصوا.
انا شكلي هتخن تاني بسبب شركه موتزاريلا فريش. حاجتهم بجد ما تتقاومش. عندهم بقى الاكسترا الزرقاء، وعندهم الجبنه الحمراء، كل دول بقى تاخدي منهم اعلى مطه، والجلاش واللانشون والنقانق. وكمان عندهم يا بنات ايه التركي المدخن اللي كلنا بنجيبه بره من السوبر ماركت غالي جدا. عند شركه موتزاريلا فريش هتجيبي التركي المدخن هتجيبيه بقى برخص التراب، لان عندهم الحاجه رخيصه جدا. وجمله الجمله اللانشون طعمه رهيب رهيب بجد، احلى لانشون دقته في حياتي بالزيتون. وفي كمان ساده، كل حاجه عندهم، جميع انواع التوابل. شايفين مطه الجبنه عامله ازاي؟ جميع انواع التوابل، الصوصات، جميع انواع الصوصات، صوصات الجبنه، كل حاجه كل حاجه تشتهيها نفسك هتلاقيها في شركه موتزاريلا فريش وبالجمله كمان، عكس ما بتتباع في الماركت خالص. انت ممكن ب 500 جنيه تجيبي من عندهم حاجات كتير قوي. ما تنسيش العرض بتاع البوكس ابو 300 جنيه هتلاقي فيه حاجات كتير قوي من الشركه. بصوا الحشوه تجنن. اعملوا الطريقه دي. بصوا بقى كفته الرز عامله ازاي على القليه على طول، وعندهم لحمه مفرومه، وعندهم الاستريبسي بقى. بصوا كل حاجه، هاتوا الحاجه من عندهم على ضمانتي.